السلام عليكم. إن خلص الفول أنا مش مسؤول. أحلى طبق فول، فول العربيات، فول المحلات، بدون دماسة، بدون وقت طويل على النار. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبتك الوصفة اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. معانا حوالي نص كيلو من الفول المدشوش، وانا ده نقعاه حوالي 12 ساعة قبل ما نبدأ في الوصفة. معانا جزر مبشور، معانا طماطم مبشورة، معانا كركم وبابريكا، معانا نص كوباية عدس اصفر، نص كوباية عدس بجبة. مقادير سهلة جدا، هنستخدمها في الحل عادي بدون دماسة بدون اي شيء. هنجيب الحلة بتاعتنا بالشكل ده وهننزل بالفول المدشوش، وزي ما قلت لكم انا غسلاه ونقعاه حوالي 12 ساعة قبل ما ابدأ. معانا حوالي 4 طماطمات كده مبشورين زي ما انتوا شايفين. هنحط كل مقاديرنا على بعضها. معانا نص كوباية من العدس الأصفر المغسول، وكمان هنضيف عليهم العدس بجبة برضو حوالي نص كوباية. كل مقاديرنا على بعضها في حلة، مش محتاجين دماسة، مش محتاجين أي حاجة. معانا جزر مبشور، وطبعا ده عايزة أقول لكم يعني قيمة غذائية ممتازة. لو المحلات بيعملوا الوصفة كده يبقى احنا يعني ما فيش زينا. حطينا بقى الكركم وحطينا البابريكا، ودي التوابل اللي هنضيفها على الفول بتاعنا، مش أكتر من كده. كل اللي هنعمله بقى هننزل بمية مغلية تغطي لي كل المكونات دي. عايزة اقول لكم بالظبط يعني مش هياخد على النار حوالي ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير، وهيبقى معاكي احلى فول بدون دماسة بدون وقت كبير على النار. هنشوف احلى فول بتاع المحلات. بجد وصفة حلوة جدا، جربوها. ده شكل الفول على النار بعد ما عدى حوالي ربع ساعة. شايفين لونه؟ شايفين الجمال؟ كل حاجة طبيعية فيه، ما حطيناش اي حاجة تسوي الفول او تخليه يعني مش صحي. احنا ضربنا كده، سوينا الفول وتأكدنا ان كل المكونات استوت مع بعضها. هنجيب بقى الهاند بلندر او الخلاط، هنديها ضربة كده بسيطة عشان ناخد القوام اللي احنا عايزينه. زي ما انتوا عارفين الفول المهروس ده في المحلات بيبقى غالي جدا. بعد ربع ساعة سبته يهدى شوية كده، شايفين القوام؟ اللهم بارك، حاجة ما شاء الله عليها، تحفة جدا جدا جدا. انا رحت عشان اجيب كيس فول قال لي ب25 جنيه اللي هو المتحوج. تعالوا احنا بقى نحوج الطبق الفول بتاعنا اللي بجد مش هتلاقوا زيه في اي حتة تانية. شايفين قوام الفول؟ ما شاء الله. ممكن الكمية دي لو كل اسبوع عملتي نص كيلو فول هيقعد معاكي 15 يوم. عبي في اكياس ونحطه في الفريزر ونطلع الكيس من بالليل على الرف كده بتاع التلاجة. الصبح هتاخدي احلى طبق فول، مش قادرة اقولك جماله. بس ما تخليش عليه اي مكونات، يا ريت تحطي المكونات عند التقديم بس. احنا هنا معانا بقى طحينة ومعانا ليمون ومعانا زيت. هنعمل بقى طبق الفول بتاع العربيات كده بتاعت الفول، وشايفين البصل بقى والفلفل السبايسي يا جماله. هننزل بالزيت بتاعنا بالشكل ده، وكمان هننزل بالليمون. وطبعا الليمون يعني فول يعني ليمون وكمون، مفيش ليها حل تاني. وهننزل كمان بالطحينة. عايزة اقول لكم طبق الفول ده يعني مش قادرة اقول لكم والله قال لي ب25 جنيه. لما قلت له يعني اعمل لي طبق فول محوج كده قال لي ب25 جنيه. قلت له تمام اعمل وانا هزيع. وزعنا الحمد لله وعملنا الوصفة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. نزلنا بالملح بقى والشطة والكمون، ودلعي بقى طبق الفول بتاعك زي ما انت عايزة. بجد وصفة حلوة جدا وجميلة وسريعة وسهلة. يعني ممكن وانت بتجهزي الفطار تكوني حطاه على النار يستوي معاكي، وانت يعني على ما تحمري كده شوية بطاطس ولا تعملي بيضتين مقليين. بجد سريع وسهل جدا ونضيف وكله مكونات غذائية. قلبنا بقى طبق الفول زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نديله الديكوريشن الاخير كده اللي هيخلي الفول بتاعنا يعني ايه في الجون زي ما بيقولوا. ولا 25 ولا 30، جبنا احنا نص كيلو الفول ب25 جنيه. شوفوا عمل لي حلة ما شاء الله اللهم بارك قد ايه.
يلا هنعمل ديكوريشن بسيط كده عشان الشكل بقى والتقديم والحركات والتكات. شايفين الجمال ما شاء الله. هاتي بقى 10-15 رغيف كده، واقعدي بقى كده وندش البصلايه الجميله، واحلى طبق فول مصري هتاكليه. وصدقوني الوصفه دي مش هنستغنى عنها ان شاء الله في رمضان. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير ان شاء الله. جرنشنا الطبق بتاعنا، ودي كانت وصفتنا النهاردة. بجد من أحلى وأسهل الوصفات اللي هتخلي خير في بيتك موجود دايما. أنا بشكركم جدا، ويا رب يكون وصفاتي كلها بتعجبكم. شايفين الجمال، شايفين التكات. تعالوا بقى لما ندوق لقمة فول كده، عايزة أوريكم بس القوام بتاعه. شايفين الجمال بتاعه يا تكاته، بجد كان روعة روعة روعة، ريحة وطعم ولون وكل حاجة وغذاء. يعني بجد كل المكونات اللي احنا حاطينها في الفول بتاعنا كلها غذاء ما شاء الله. في نهاية الفيديو النهاردة يا رب يكون الفيديو عجبكم. اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.